السلام عليكم الاخوان الاخوات والحباب وكاع متابعي كره، فاهلا وسهلا بكم ومرحبا بفيديو جديد. فاليوم غادي نتكلموا بصراحه طلع المنتخب المغربي على واش الركراكي خصو يستمر مع المنتخب او لا. فبصراحه الله كاين واحد الفئه اللي يعني باغا يمشي الركراكي، وكاين واحد الفئه ما خصهاش يمشي الركراكي. كنشوف كاين واحد ما كايناش واحد الجرأة الكافية باش نتكلموا على هذا الموضوع ديال المدرب، وكأنه بزاف الناس متردة. لا شوف، حان وقت اننا نعطيو نفس جديد للمنتخب المغربي. راه شوف، الا كنا غادي ننجحوا في المستقبل، هذا هو الوقت اللي خصنا يكون واحد القرارات جريئة، تكون واحد المناقشة يعني في العمق، نحطوا كما كنا كنقولوا النقط الحروف. لا من ناحيه الاعلام، وديما كنقول عندنا اعلام ما كيفهمش في هذه الامور، عندنا اعلام في الكره شويه ضعيف، باستثناء كذا عندنا ضعف في الاعلام الرياضي. هذه حقيقه، لان ملي كيكون عندك ضعف في الاعلام الرياضي دونك كتكون افكار، كتشوف افكار يعني ضعيفه، ما كاينش واحد النقاش في العمق. لانه الا بغينا ننجحوا في المستقبل، هذه هي الوقيته اللي خصنا نحطوا النقط الحروف بالنسبه للمنتخب المغربي. هنا خصنا نحطوا كاع النقط السلبيه اللي كانوا في المنتخب وكاع النقط الايجابيه اللي كانوا في المنتخب، وهنا اي قرار حطيناه ايجابي غادي ننجحوا في المستقبل، واي قرار كان سلبي غادي نخفقوا في المستقبل. دونك القرارات ديال اليوم، اي قرار درنا سلبي في هذه الفتره هذه غادي في المستقبل غادي نتجازوا عليه. اي قرار ايجابي غادي ناخذوا عليه نقاط ايجابيه في المستقبل. فالركراكي دار بزاف ديال الامور ايجابيه في المنتخب، ولكن بزاف ديال الامور فشل فيهم في المنتخب المغربي. باش نكونوا واقعي، باش ما نكذبوش، الان انا في نظري الشخصي الركراكي خصنا نعطيو نفس جديد للمنتخب المغربي. صافي، الركراكي حبسها. يعني بزاف ديال اللاعبين تكلمنا عليهم في المنتخب المغربي ما كانوش كيستحقوا المنتخب المغربي. المستوى ديال المنتخب المغربي ما كانش عنده واحد التطور، كان بزاف ديال الديشي في المنتخب المغربي. لا بالنسبه للاختيارات راه تكلمنا عليهم من قبل، قلنا بزاف ديال اللاعبين ما كيستحقوش المنتخب المغربي يمشيو كاس افريقيا. وكنت دائما كنقول انايا بانه راه الركراكي راه واخا ياخذ لنا كاس افريقيا، رجعوا الفيديو ديالي سابقا وغتشوفوا راه عنده بزاف اللاعبين ما كيستحقوش المنتخب المغربي، وذكرناهم بالاسماء. اول حاجه قلنا بلي الياميق، وبلنا انا في نظري ماسينا، وبلي اللاعب شو سميتو السيس. راه شوف، الكره فيها واحد الحاجه، الكره راه بني كتعطي كل واحد كتعطي حقه، راه الكره كتجازك. راه الكره فيها بني كل واحد كتعطي حقه، الكره كتجازك. مني الكره ما كتعطيش كل واحد شو سميتو كل واحد حقه، الكره ما كتجازكش. فهمتيني؟ هذه معروفه في الكره، معروفه. الان خصنا دابا حاليا ندخلوا شنو سميتو بروجي جديد، افكار جديده، طاقات جديده دابا في المنتخب المغربي. لانه دابا حاليا في نظري انا الشخصي كما قلت خصنا نجدوا في المنتخب المدرب، وخصنا نعطيو افكار جديده، اختيارات جديده. لان دابا الركراكي عنده واحد الاختيارات معينه، عنده واحد لا مانيير ديالو كيخدم بها بديك الطريقه اللي في نظري الشخصي بزاف ديال الاختلاف فيها. الان خصنا مدرب جديد بافكار جديده، بلاعبين جداد، لانه الركراكي عنده واحد اللاعبين معينين اللي كيثق فيهم. وانا تكلمت قلت نصيري ما خصوش يكون في المنتخب المغربي، نصيري اصاحبي راه ما عندوش حس. قلت بانه السيس ما يمكنش، قلنا بانه اليامي، قلنا ماسينا. واش ماسينا غتبني فيه منتخب كيضغط من قدام؟ تكلمنا بزاف د اللاعبين، والحمد لله اللي يقدر يصلح في الوسط المسابقه، الحمد لله اللي يقدر يصلح في الوسط المنافسه، اللي يقدر يصلح، يقدر يحيد ديك الثنائيه في وسط الميدان ديال العيناوي وشو سميتو. الاصابه اللي خلات واقيلا يبدل مني تشونجات في بزاف د الحوايج في الوسط الكان باش قدرنا نبانو نصلحو بالنا شويه مزيان. اما هي كون ما كانش الاصابه ديال السيس، كون ما كانش الاصابه ديال شو سميتو ديال الامرابط وديال بزاف د اللاعبين، راه كنا نعانيو اكثر. انا نقول لك كون ما كانش ديك السيزو ديال الكعبي اللي هو اللي خلات الكعبي يدخل رسمي. الرحيمي كيفاش رحيمي عباد الله ما يدخلش في هذه المسابقات هذوما؟
خصوصا ملي كنا كنكونوا متقدمين، ملي كتكون الشفره كيفاش ما يدخلش الراحه، كيفاش داك اللاعب الخنوس اخو ماش ما يدخلش. زعما غريب والله، الا غريب جدا، غريب كيفاش رحيمي ما دخلنا شي مره، وكيدخل دائما تغييرات. كيدخل نصيري، وكنقول انا نصيري راه ما يستحقش المنتخب المغربي يا عباد الله. المهم ما علينا. الان انا قلت لك، الان دابا خصنا نفس جديد المنتخب المغربي، عندنا لاعبين شباب الان، بزاف اللاعبين انتهت العهده ديالهم في المنتخب المغربي. في نظري الشخصي انا بزاف اللاعبين، عندك الياميق، عندك السيس، عندك ماسينا، عندك هادو لاعبين كبار في اللاج، ما يمكنلكش تبدي بهم منتخب من هنا لقدام. الان بزاف ديال اللاعبين يعني انتهت شو سميتو الرحله ديالهم في المنتخب المغربي، ما يمكنلكش تبني بهم مستقبل. اول حاجه الكعبي، السيري، شو سميتو الياميق، هادو لاعبين صافي انتهى. الان دابا عندك جاي لعبه معمه، عندك لاعبين بحال شو سميتو الزبيري، بحال هادو لاعبين طاقه جديد. هذيك المدافع نسيت سميتو، ديك المدافع الشاب اللي كان في كاس العالم. اذا انت عندك طاقه جديده الحمد لله. لا خوف على الكره المغربيه، لا خوف على الكره المغربيه في المستقبل، لا خوف على الكره المغربيه علاش لا خوف على الكره المغربيه؟ هذه شحال، شوف هذه شتي منتخب ملي ما كيكونش كيولد المواهب بزاف، الا وصل فينا نخسروا خصو يخاف بزاف، خصو يخاف، واذا وصل لشي حاجه وما دارش نتائج خصو يخاف. اما لا خوف على المنتخب المغربي وعلى المنتخبات في المستقبل. علاش؟ لانه عندنا خزان د المواهب جاي في المستقبل كثير. راه بزاف المنتخبات كتاخذ كاس افريقيا اولا كتاخذ كاس اوروبا، ولكن من بعد ما كيبقاش موجود، ما كتبقاش موجوده مره. ونذكروا اليونان، نذكروا بزاف اليونان، عندك بزاف ديال المنتخبات خدات كاس افريقيا ومن بعد ما بانش. من المنتخب المغربي لا خوف عليه. علاش لا خوف عليه؟ لان الحمد لله كنشتغلوا في العمر، كاينين لعابه جايين في المستقبل، لعابه كبار. اذا اللي يجون عندنا الشباب بمستوى كبير عندنا، دونك ما نخافوش للمستقبل المغربي. فقط خاصنا نكونوا مسؤولين في المدرب وفي هذه المرحله الحساسه، حيت لما درتي شي واحد اختيار في المستوى دابا المغرب. في هذا الشخصي المدرب الركراكي خصو يشكروا على العمل اللي غاد. كاين اخفاقات، مي مع السلامه. الان بغينا عهد جديد، بغينا نفس جديد للمنتخب المغربي، بغينا شباب. الان دابا خصنا شباب، خصوصا غنبقاو دابا حاليا غادي تولي تلاخر المونديال ديال 2000 هذا 26، يعني مونديال مزيان نمشيو به اللاعبين مزيان، ولكن خصنا نطعموا المنتخب بلاعبين شباب باش نوجدوهم كاس افريقيا 2027. هذا هو الشيء اللي كاين الاخوان. نتمنى من الله انتم تعطيونا الراي ديالكم. كاينه عنموته، كاينه شنو سميتو طريق السكيتيوي، كاينه مدربين، كاينه السلامي. وانا في نظري الشخصي لازم عنموته تعطى الفرصه. بصراحه عنموته لازم تعطى الفرصه، لانه ما تعطاتلوش فرصه في المنتخب المغربي، لابد تعطى الفرصه. هذه هي الوقيته اللي نعطيوها فيها فرصه. الركراكي 4 سنين في المنتخب المغربي صافي، بارك صافي. ان دابا خصنا عهد جديد، افكار جديده، طرق اللعب جديدين، سيستم جديد صافي. يعني ما يبقاش انا نبقاو ماشيين شو سميتو بنفس السيستم. تهلاو راسكم.